الخيانة، إذا زكتت مرتك بتخون افضحها بدون رحمة وخلي الكل يشوف. لأنه حبيبنا اللي ما بتصون سمعة جوزها وبتحافظ على سمعة أهله، هذه الفضيحة قليل عليها. هسا بتقولي ولا ادم شو افضحها مرضي؟ افضح. الجرح يا حبيب اللي بده خياطة عند دكتور ما بينفع نحط له بلاستر، لأنه البلاستر بتكبع وبتنزل وانت سيد العارفين. وموضوع الخيانة قاعد بيكبر اليوم، ومشان نحط له حد لازم هي وغيرها يبكن عبرة لغيرهن مشان غيرهن يتعلم. قررت تصيعي وتخوني انت حرة، بس في الاول بتطلبي الطلاق من اللي انت مسجلة عزمته، بتروحي بتقعدي عند اهلك غاد بتصيعي وبتخوني قديش بدك. طالما انت مسجلة على اسم الزلمة تحترميه، تحترمي سمعته قدام الناس وسمعة اهله. واذا انت ذكرتي جوزك بيخون تعملي له شيء. شايفي قد ايه؟ هسه بتقولي ادهم بغاي. لا عمي انا ما بغاي، لانه انت يوم تفضحي شو بتستفيد؟ ولا شيء، بس بتزيد الشغل والطلب عليه زي ما صارت تبع يا ابني. مشان هيك جوزك خليه في ذيالك، في الكلمة المليحة بضل في ذيالك. بعدين الزلمة يعني قد ما يروح ويجي في الاخر بده يرجع عندك، وانت بتعرف اسلام بحبوا يطقطقوا شوي. لانه برضه يا بنت في النهاية الزلمة ما بعيبه عمي شي لو شو ما يعمل. اللي بتكسر الظهر المرة اللي بتجيب العار لجوزها ولاهله ولاهلها.